قطر لكأس عالم استثنائي، أيضا كأس الخليج تبدو أنها ستكون استثنائية بالفعل بعد غياب تعود إلى الوطن. الدوري حاليا في قطر، ونادي الكويت يعتلي صدارة الدوري في الكويت. هذه الضربة الركنية عالية فوق، مش على البرشم، بوكس ضعيف جدا جدا، يطلع تاني من جديد وتصويبة يضغط الأزرق بقوة، ولكن العنابي يتصدى. هما جناح يمين تاني على طول علي أسد، خبرة بدأ يوزع اللعب. همام الأمين الباك الشمال بدأ يزيد. عمرو السراج محتار، فرصة يا ولد يا ولد يا ولد، والله كانت فرصة تدخل التاريخ، تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأبوك هو اللي معاه مفتاح كل أبوابه. يا سلام يا سلام يا سلام يا همام، ويا سلام يا تميم. يا ولدي، يا ولدي، تميم منصور مفتاح مع المفتاح، بل سابه مع أبوه. لعيب جاسم جابر المدافع الصاعد الحقيقة، اللاعب رقم 15 في صفوف العنابي. عميقة تحت الضغط، يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد يا همام. الى علي اسد، الى همام، لو عدت تاني من جديد. لا 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 عملوها الصغار، عملوها الصغار، وبدري بدري بدري بقوا من الكبار. يتقدم عمرو سراج باول اهداف العنابي، اول الاهداف. نعم، العنابي الصغير لا يخاف، تقدم وسجل في مرمى اكثر من حصد البطولة. يبدو ان العنابي ناوي عن البطولة. نعم صغار، لكن يبدو بالفعل كل منهم كما هم من الكبار. نعم من الكبار. يتقدم العنابي 1-0. عمرو سراج الجناح يقتحم منطقة الجزاء من المايسترو علي أسد، تعود لعمرو سراج بكل هدوء وبكل ثقة وبكل تأني. أقدام الولد العنابي بتغني وتعزف لحن عنابي جديد. عمرو سراج 1-0. علي أسد يقود هجمة جميلة، همام الأمين يسبب التوتر، عمرو سراج يقتحم منطقة الجزاء وهو على الورق جناح أيسر، ناوي على إيه تاني، ولكن على طول تعود للأزرق الكويتي. هجمة مرتدة للمنتخب الكويتي أقصى اليسار، اتعملت حلوة قوي مبارك الفنيني ولا مين؟ تاني 1 على 1 برأس كويس ويعدي وشوط، ولكن مشعل برشم يتصدى. شقيقه صاحب ذهبية العالم معتز برشم بطل العالم في الوثب العالي. ودي انطلاقة مبارك الفنيني لاعب السلمية، 22 سنة، من اللعيبة اللي بتحط الكرة تحت رجليها كويس وبيجري وبيراوغ كويس. لكن برافو اسماعيل محمد برضو اي ضغطه في اي ظروف، مش عايزه يعرض نفسه. انا الواحد على واحد بسيطة وسهلة. شوف الولد ومهارته الجميلة لعلي أسد، يا سلام يا علي، يا سلام على الباص الجميل. لكن خالد إبراهيم، أحمد علاء بسرعته يلحق، تاني عمرو سرور. الله 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 الله، مواجهة جميلة جدا جدا. سلام على أحمد علاء، وادي عمرو سراج من نفس المكان الولد، لكن على طول يتصدى سليمان. عندنا عبد الله احد النجوم الكبار واحد نجوم المجلس مع خالد جاسم، واحد اللاعبين اللي بيمتازوا بالخلق العظيم والتهديف التاريخي. يا سلام يا علي اسد، يا سلام يا علي، لا 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 لا، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء ولا ايه؟ لكن شوف الضغط، شوف ضغط العنابي، شوف ضغط العنابي، ومعانا الفار، ضغط قوي في اللعبة الأخيرة. فرصة هدف تاني للعنابي، محاولة المنتخب الكويتي إثناء الحكم عن فكرة ضربة الجزاء، لكن يبدو أن هناك تلامس. ما أقدرش أجزم أبدا، ما أقدرش أجزم. يا سلام على علي أسد وعظمته، وادي التصويبة الجميلة مش باينة، كل ده مش باينة لسه. شوف الباص الجميل، شوف الباص المتشفر، باص متشفر وجميل. هل حدث تلامس؟ هل حدث عرقلة؟ الوقوع جه متأخر شوية ولا إيه؟ هو في تلامس. نعم، تعادل وحيد ما بين المنتخبين، 6 انتصارات لقطر تاريخيا. هل يكون الانتصار السابع؟ احمد علاء، ولد عنابي، العنابي يتألق ويبدع ويمتع ويقنع الصغار في توب الكبار. العنابي يقدم أداء مثالي ويسجل الهدف الثاني في مرمى الأزرق الكويتي. برافو أحمد علاء،
برافو العنابي، بيقدموا الحقيقه شوط ممتاز جدا جدا جدا. هدف لعمرو سراج، ثم هدف اخر لاحمد علاء بكل هدوء وبكل ثقه. اسماعيل سليمان عبد الغفور راح في اليمين، حطها له احمد علاء على الشمال ليتقدم العنابي. تقدم منتخب قطر بهدفين مقابل لا شيء على الازرق الكويتي في الجوله الاولى للمجموعه الثانيه. نفس المجموعه، البحث يمين وعملها شمال. بلاش الحاجات دي يا ولدي وانت مدافع، لما تلعب في نص ملعب وبعملها. ادي الباص الامامي على طول، فرق السرعه فرق السرعه، استلام تحت ضغط بشكل كويس. عيد الرشيدي يا ولد عيد، لا 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 لا، خطيره 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 خطيره. والله كان ممكن، والله كان ممكن وكان قادر ويعملها، كان قادر ويعملها، لكن ضاعت، هربت، راحت لتضيع فرصة تقليص الفارق على المنتخب الكويتي. وكان في انطلقت على طول جاسم، عاملها مدلعة شوية، مدلعة شوية، العب المضمونة شوية، العب المضمونة شوية. ادي فرصة اوفسايد ولا ايه؟ اوفسايد ولا ايه؟ يلعب تاني، يعدي تاني، مر تاني، ولكن الى ضربة المرمى، الى ضربة المرمى. لو فيها شك اوفسايد طبيعي ان الحكم يستنى شوية لو فيها شك. ادي المرور كان مبارك الفنيني لعيب الحريف والموهوب، عدى وراوغ بشكل كويس، وجاسم خايف من ضربة الجزاء عشان كده كان حنين عليها شوية. خلينا اقول برافو لحارس المرمى مشعل برشم ومحلليه الى البصرة، اللي هي الرسالة الاكبر والاهم للوقفة الجميلة الحقيقة من قطر بشكل عام ومن الاعلام القطري وقناة الكاس تحديدا مع العراق ومع الشعب العراقي الجميل. ادي الانطلاقه تاني من جديد، وادي المرور المنتخب الكويتي عايز هدف تقليص الفارق، وتصويبه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه من عيد الرشيدي، واحده من وحداته، حاجه من حاجاته، تصويبه من تصويباته، مهاره من مهاراته. ومشعل برشم حارس المرمى طالع بره 4-5 خطوات. عاصم مدبو، يا سلام يا عاصم، يا سلام يا عاصم، يا سلام على النضج الجميل. وادي الانطلاقه الحلوه تاني على طول، مصطفى مشعل عدى الولد بشكل جميل، تاني على طول الناحيه العكسيه، لسه الكره في الملعب الثالث ولا ايه؟ يا عمرو يا عمرو يا عمرو يا عمرو، لكن اوفسايد، اوفسايد. تسلل اللعبه الاخيره على المنتخب القطري. يوسف عبد الرزاق البديل اللي لسه نازل، ظفيري لمشاري غنام. ادي الباص العميق هذه المره، خلي بالك يا مشعل، خلي بالك يا مشعل، الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. فرصه كبيره جدا جدا ضاعت الحقيقه من المنتخب الكويتي. اللعبه اللي فاتت من فيصل زايد احد البدلاء اللي دفع بيهم المدرب روي بنتو، وتواج سلمان سكند بول بياخدها المنتخب الكويتي مقربين، لكن مفيش الشراسه، الشراسه في منطقه الجزاء مش موجوده عند المنتخب الكويتي. يوسف ناصر كان شرس، امال ايه؟ جاسم الهويدي كان شرس ولاعب كبير. وادي العرضيه، لا 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 لا، الله 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 الله، في الوقت المناسب هما. لكن العنابي متمسك ومتماسك ككتله واحده يتعامل العنابي، والتوقيت كان رائع من همام. برافو يا همام، ادي الفنت اللي اتعمل حلوه قوي 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 الحقيقه، ولكن على طول يطلع همام فرة النهاية. ويا لها من نهاية، الصغار في طوب الكبار. العنابي الصغير فجأة أصبح كبير بأداء راقي وعظيم يتفوق